كتير مننا بيسمع كلمة أو جملة الجهاز الليمفاوي مش عارف يعني إيه أو مش فاهم ده إيه. الجهاز الليمفاوي في جسمنا عامل زي شبكة مواسير المية ماشية في كل أنحاء الجسم، من أول الرجل لحد الرقبة فوق. إيه وظيفة الجهاز الليمفاوي أو بيعمل إيه يا دكتور في جسمنا؟ الجهاز الليمفاوي ده بيشيل أي سوائل زيادة في جسمنا عن طريق الغدد الليمفاوية. تاني حاجة بيعمل إيه؟ بيكون مناعة. إزاي؟ بيعمل زي مصفى بيصفي أي ميكروب وجرثوم بيعدي على الغدد الليمفاوية. طبعا الغدد الليمفاوية لها حصة لها في جسمنا، هنعرفها طبعا بعدين. تالت حاجة بيرجع البروتينات للدم عشان الجسم يفضل متوازن. الجهاز الليمفاوي في جسمنا مهم جدا، بس طبعا بيتعرض لمشاكل زي ايه؟ زي الناس اللي عندها بريست كانسر، سرطان الثدي، سرطان البروستاتا، بتتعرض لالتهابات كتير، بتعمل عمليات جراحيه، فبالتالي ممكن تشيل جزء من الغدد الليمفاويه دي او يتاثر عامه الجهاز الليمفاوي في الجسم. باختصار وصف للجهاز الليمفاوي في جسمنا وبيعمل ايه. لو تعرضنا طبعا لمشكلة في الجهاز الليمفاوي بيحصل ورم. طيب لو حصل لك ورم في رجلك أو إيدك بطول الليمب نفسه أو بطول الرجل نفسها أو بطول الإيد نفسها، تابعنا عشان نعيش رحلة العلاج سوا.